يسعد لي أوقاتكم يا أحلى عيلة. بدي جرب أعمل الكليكوز. نقدر نستخدمه للحلويات بأشكالها وعجينة السكر. ما بياخد وقت أبدا، والمقادير جدا بسيطة. منقول بسم الله. عندي 2 كوب سكر، نصف كوب من المي. أهم شي إنه نلتزم بالمقادير حتى يطلع معنا ناجح. نزل سكر وبضيف المي على نار هادية. منحرك السكر شي بسيط وبتركه حتى يدوب. وأهم شي إنه ننظف الحواف حتى ما تسكر معنا، لأنه أغلبكم بيشتكي إنه الشيرة أو الكليكوز بيسكر بعد فترة وبصير مثل السكر. بس ننظف الحواف ونضمن إنه حبيبات السكر دابت. منضيف معلقة من عصير الليمون، ما منكتر حتى ما يكون حامض. وبتركه بعد دقيقتين على نار هادية. وبجيب كاسة أو زبدية فيها مي باردة، وبنزل معلقة صغيرة حتى أشوفها نجحت ولا لا. إذا مسكت معي بهذا الشكل شغلنا مزبوط، وإذا ضلت لينة بنتركها لمدة دقيقتين زيادة وبنرجع بنختبرها. وهيك الكليكوز صار جاهز. وبتركها حتى تصير فاترة مايلة للبرودة، وبحفظها بمطربان. فينا نستخدمها بأي وقت. هيك الكليكوز صار جاهز. الله يعطيكم العافية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا حتى تكبر عيلتنا فيكم، حتى يصلكم إشعار بكل شي جديد، ولايك حلو وكومنت محفز. ودمتم سالمين.